تصور لي الحمل اللي انت محمله، يعني ايش قد ارتفاعه هذا؟ ارتفاعه تقريبا 3 امتار. 3 امتار 3 امتار 3 امتار ضبط بالفيت انا قايسه. هاي 3 قطع 3 امتار من البودي اللي فوق 3 امتار. 3 امتار من فوق البودي. انا اقول كعام ايش قد؟ 4 امتار ونص تقريبا. تمام 4 امتار ونص، انت ايش قد الحموله المسموحه لك؟ والله احنا نحمل من البدء نقيس نحمل مترين ونص. يصير اللي هنا علو هاي الربطتين. هو المفروض ارتفاع هاي ربطتين بدون هاي الفوق الزياده الفوق احنا نشتغل على الخشب. وتعرف التجار عندنا تاجر كيف السياره شيل عنده حمل زايد. عندنا كم سائق يشتغل ويانا قام يصعد بعد مو انا محمل نص هسه. ما راضى علي التاجر. سائق يصعد ربطه كامله فوق الحمل. تمام بقد هاي يصير 3 امتار. ذاك يوم سياره حملت 5 امتار الا 10 يعني يجسر 10 سنتيمات. بسبب هذا الشيء احنا قمنا نحمل. يعني ارتفاع 4 امتار و90 بالفيته من الفوق للقاع. من الفوق للقاع 4 امتار و90 ضبط. تمام. بسببهم احنا من يومهم صار التاجر يفرض علينا الحمل، ما تحمل تظل قاعد. التاجر هسه التاجر يفيدك لو بالمرور. انت سايق عندك اجازه سوق تمام؟ عندي اجازه سوق. هسه انا راح اتخذ وياك اجراءات قانونيه، لانه احنا شغلنا ننظم حركه السير والمرور. انت هاي اجراءك غلط وانت سايق. انا اقول لك غلط. اي طبعا غلط. انا اقول لك غلط. تمام. رائد اركان. نعم سيدي. اجراءاتكم ويا هيجي سواق، الحمل الغير منتظم، الحمل العالي، الحمل الاكثر من المقرر، يعني انتم هاي الحاله عندكم كثيره لو قليله، وشنو اجراءاتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي بخصوص هاي الحالات احنا حاليا مثل هاي الحاله حمل الاكثر من المقرر يتم حجز المركبه، والمركبه تجي مركبه ثانيه يفرغ من الحمل الى ان يصير حمل ضمن المقرر اللي هو مترين ضمن سياق الحموله المخصصه للمركبه. بالضبط تمام. زين. والغرامه ونفرض عليه ايضا فرض غرامه على المركبه. زين. اذا اجى السائق مره ثانيه مره ثانيه مثلا عاد هاي المخالفه. نعم سيدي. عندكم اجراءات اخرى مثلا؟ سيدي تاخذون عنده تعهد او مثلا؟ نعم يصير تعهد خطي انه ما يتكرر هذه الحاله. اريد من عندك، هسه انا اعرف الجواب بس اريد من عندك تشرح للمواطن ليش هذا ممنوع؟ خصوص الحموله الاكثر المقرره اكثر من الحمل الزايد. نعم. او الحمل العالي. الحمل العالي نعم. او الحمل الغير نظامي. تمام. هذه الحموله اثناء سير المركبات على الطرق الخارجيه. تمام. في بعض الاحيان الحموله تميل مثلا. نعم. تميل او توقع قطع. وحاليا انا يعني طلعت اكثر من حادثين وقطع من المركبات المحمله واقعه. تسبب مو حادث مرور، تسبب كارثه يعني حادثه سياره انقلبت يعني بيها كلهم مصابين من هيك حالات. يعني هاي السيارات تصير حوادثها بالطرق الخارجيه، يعني واغلبها طرق خارجيه، شغله طرق خارجيه. نعم كلها طرق خارجيه. اللي يتسبب مو حادث مروري، يصير كارثه، يعني انت تصير سبب الكارثه. يعني اذا وقعت قطعه حتى لو ما توقع السياره راح توقع بالشارع، والمعلوم انه السياره بالطريق الخارجي تمشي سريع فعلا، فما راح تلحق. فشو يصير هنا؟ اذا ما تضرب القطعه هذه او يضرب السياره تضرب القطعه فراح يميل يمين او يسار، راح يفقد السيطره. نعم. شو يصير هنا؟ راح تنقلب السياره. الموجود به والله اعلم يجوز يتوفون. يعني انت تصير سبب اساسي لحادث مروري مميت ودموي. فعليه احنا كمديريه مرور محافظه كركوك نتخذ جميع الاجراءات القانونيه بحق هيك اشخاص. نعم. واحد لا يدافع عليهم يقول خطيه رزق. نعم رزق، نعم احنا ويا رزق، بس مو يتعدى على غيره حقوق غيره، لانه احنا المصلحه العامه على الخاصه. احنا شغلنا تنظيم حركه السير والمرور. نتمنى من جميع المواطنين الالتزام بالقوانين والانظمه المروريه.